عندي الجمله دي واقولها دلوقتي بس مش عارف اقولها. جات لك جمله؟ الف مبروك. وريني. بقيت حامل يا حبيبي، بقيت حامل. الله، حلوه قوي الجمله دي يا عزت. حامل ايه يا احمد؟ إيه؟ اللي تحتيها اخيرا انا باب. انت عامل الاب؟ انا افتكرتهم حاطين لك الحامل عشان تبقى انت. لا اوكي اب حلو قوي. ماشي يلا سمعني ادائك كده. اخيرا انا باب. دي فرحه اب، دي فرحه واحد شغل التكييف يا عزت. انا عايز سعاده الابوه. ها يلا. اخيرا انا باب. لا ده هبل يا بابا، ما تعملش ده خالص. السعاده بص يا عزت، وانت اب انت السبب في اللي حصل، فيكون في فخر كده، فاهم؟ فخر الابوه. اخيرا يا باب. معلش هدي كده ثانيه واحده. ممكن ما تجودش ممكن. حاضر. خليك معايا. ماشي. ضحكه الفخر يا عزت، افتكر اللي هي اخيرا هبقى اب. كده مش غرور؟ لا الغرور ما فيهاش اللي في الاخر. خد مني كده يلا. اخيرا انا باب. حلو قوي. بص بقى، هنزود بعد كده اللي هو المسؤوليه. هم ولا فخر يا احمد؟ الاتنين يا عزت. لازم تمسك كل خيوط الشخصيه عشان المخرج ما يوجهكش. لو المخرج وجهك هيركبك يا معلم. طب بص كده الهم. يلا. اخيرا انا باب. جميل. هنزود بقى في عمق الشخصيه شويه شك. انت دلوقتي الاب، لكن تعرف منين ان انت الاب الحقيقي؟ مش يمكن حد تاني؟ شفت الاستاذ محمود ياسين في الجلسه السريه؟ ما شفتوش. عزت، ما شفتش محمود ياسين وعايز تبقى اب؟ معلش هنتصرف خلاص. شعر لي الشك كده على اللي انت قلته ده. اخيرا انا باب. حلو، الهم هرب منك، ارجع للهم. اخيرا انا باب. ضحكة الفخر بقى. شعر مسؤولية كده من ورا، على خفيف. لا في الجملة ركز معايا. اخيرا انا باب. سعيد، اسعد. اخيرا انا باب. اخيرا انا باب. افخر. ايوه اخيرا انا اب. مع الضحكة. لا من غير هبل. شعر يا احمد ده كتير قوي مش عارف اجيبهم كده. لا معلش، هو ورا بعض، هي الشخصية مركبة. يلا مركبة. اخيرا انا باب. ضحكة الفخر. تاتش الهم. اخيرا انا باب. الغي الهبل. شيل طبيعي بقى. ايوه. اخيرا انا باب. عزت اللي انت عملته ده حلو قوي. انا حاسس ان الجمله دي هتوديك في مكان تاني خالص. انت ممثل مش اقل مني. ربنا معاك احمد. لا هيصوروا. لا عزت هيصور. يلا اهو عزت جاهز. يلا حبيبي يلا اشفط بطنك، جهز نفسك، وفر طاقتك، مفيش مخرج يركبك. فخر، هم، ضحك، بره، اطلع. الواد ده هيكسر الدنيا. يلا داير اند اكشن. مبروك يا حبيبي، انا حامل. اخيرا انا باب. كات. هو ايه المضحك في كده يا استاذ؟ ده يا استاذ الفخر مع السعاده. فخر يا اخويا؟ مع السعاده. فخر وسعاده بيعمل الهبل ده؟ نلتزم بالورقه لو سمحت. انا اسف يا استاذ. يلا كمان مره. داير. يا حبيبي بقول اكشن ممكن؟ حاضر يا استاذ انا اسف. يلا اند اكشن. اخيرا انا باب. كات. ايه ده بقى؟ ده حضرتك الهم مع المسؤوليه. انت ضارب حاجه يالا؟ لا والله يا استاذ دي جمله صغيره. اخيرا هبقى اب. لا يا استاذ، مفيش حاجه اسمها جمله صغيره ولا جمله كبيره. دي شخصيه وليها مسؤوليه وليها ابعاد. انت مين يا ابني اللي قالك الكلام ده؟ استاذ احمد. استاذ احمد مين؟ استاذ احمد امين اهو. استاذ احمد امين. لا بص يا حبيبي، خليك مع الاستاذ حمدي المخرج. اخر فرصه ليك. حاضر يا استاذ. يلا اند اكشن. الواد ده يمشي بره. لا يا استاذ، سيبوني ادوني فرصتي. بره يا ولد. استاذ بره. حاجه ولا شخصيه مركبه. بره. اقول جمله واحده بس يا استاذ، ارجوك يلا. سيبوني. غبي، نسي الشك.
طبعا الامهات انواع، ولو عايز فعلا تدرس انواع الامهات دراسه دقيقه في 3 طرق مش هتخرج عنهم. اما انك تروح اجتماع اولياء الامور في المدرسه، وده طبعا لو قدرت تصحى بدري بيبقى وقت سخيف، او انك تشترك في جروب واتساب بتاع الامهات اللي في المدرسه برضو. بس انا الجروب ده ما انصحش بيه، لانه هيدمر لك حياتك الشخصيه، هيدمر لك جهازك العصبي، وهيدمر لك جهازك الموبايل نفسه كله. او انك تروح مع ولادك التمرين في النادي، ولو تمرين السباحه بالتحديد يكون التصنيف ادق واوضح. وانت قاعد في تمرين السباحه كده بالعين المجرده هتلقط اول نوع من انواع الامهات، وهي الام الاخطبوط. دي حاجه حلوه على فكره، مش وحشه، الاخطبوط ظريف بالمناسبه. دي بقى الخبره كلها. دي بتبقى ام بقالها فتره محترمه، معاها 3 اطفال، وانت طالع هرسه كل الحاجات في كل الاوقات، توافق عضلي عصبي مش طبيعي. تلاقيها بتقلع الولد التيشيرت بايد، الشورت بالايد الثانيه، الجزمه والشراب بالايد الثالثه في نفس اللحظه، تلبسه المايو والنضاره والبونيه والزعانف في حركه واحده. لا وايه كل ده وهي بتحل واجب الحساب مع اخته، بتغير البامبرز للبيبي، بتشرب مانجا، وبتحاسب التاكسي. جباره. في عندك بقى الام المتكهربه اللي هي انا بسميها الفولت العالي. دي بقى ام مذعوره ومرتفعه التوقعات، بتبقى مرعوبه ان ابنها ما يكونش في المستوى المطلوب باي شكل، او انه يبقى متخلف عن اصحابه باي نسبه، ان شاء الله 3 سم. عادي جدا انك تسمعها بتحلف الكابتن ان غياب ابنها عن التمرين الاربع اللي فات مش هياثر على امكانيه اشتراكه في سباق 100 متر فراشه في اولمبياد 2030 ان شاء الله، ويسجل رقم قياسي في بطوله العالم للناشئين. وتروح طبعا تقعد متوتره هي بتراقبه، تلاقيها بتتكلم في التليفون. هم الاولاد ما خدوش هوم ورك عربي؟ حضرتك هوم ورك؟ طب تحب اكلم المدرسه؟ طب اروح للاداره؟ طب اصعد الموضوع للوزاره؟ طب تسالي لي بقى الله يخليك تردي عليا، انا مش عارفه اعمل ايه. الهوم ورك العربي، الولد بيضيع مني، انا مش عارفه اعمل ايه. الولد اساسا في تانية حضانه وتقريبا بينزل يبل رجله في الميه. دي ما مش قصه، ده ليه الفولت العالي ده؟ طبعا دي يستحسن تقعد بعيد 3 رابع صف، عشان الفولت العالي الكهرباء مع البسين مش حلو للاطفال يعني. في بقى الام اللي هي الحاضر الغائب، اللي هي بتتكلم عن نفسها كأنه حد تاني. دي بتبقى مش عارف هي رايحة ولا جاية، بتكلم الواد عن حد تاني غيرها على انه هو. يعني مثلا تقول لابنها ايه، يلا خلص اكلك، ولا عايز ماما تزعل منك، ماما مستنياك هنا لحد ما تخلص تمرينك، انزل من فوق الشجره يا حبيبي، ماما هتزعل قوي لو وقعت واتكسرت. انا في الاول كنت فاكرها خالته او خطفاه، بس لقيته بيكلمها من بعيد يا عيني، وهي بترد تقول له ايه، ماما مش سامعاك، ماما سمع ماما، علي صوتك، تقول له ماما برضو. في لخبطه. وعندك طبعا كمان الام الفخفخينه. دي بقى ايه، تناقض غير طبيعي، عندها حالتين في نفس الوقت بيشتغلوا مع بعض. تلاقيها ماسكه ابنها سلخاه زعيق وتهزيق، اللي هو يلا يا ولد البس بقى المايو، طلعت روحي، ايه قله الادب دي، مش قاعد انادي عليك من الصبح يا زفت، انت واد مقرف، مين حبيب قلب ماما؟ انت بوسه بقى يا اختي، الله السكره دي، دخل رجلك عدل يا ولد، ما تخليش اضربك قدام الناس، اضربك على الرجل البقلوزه دي القمر دي يا ناس، والله يا حبيب مامي بموت فيه موت. حضن كبير بقى، حضن كبير لمامي يا زفت، اتعدل. يعني رايحه منها خالص يا عيني، هربانه منها.